الشتا دخل والجو كده بدأ ان هو يبرد وعايزين نعمل كده شوية معجنات ونفتح الفرن وندفي كده البيت بشوية معجنات طعمها في حتة تانية خالص. تاكليها كده مع كوباية الشاي كده وانت بتشربي كوباية الشاي، يعني بجد طعمها خطير جدا. هنعمل النهاردة كعك اليانسون. كعك اليانسون خطير جدا، او كعك اليانسون الفلسطيني بالطريقه الفلسطينيه. ندعي كل اخواتنا الفلسطينيين في غزه ربنا ينصرهم يا رب. النهارده هنعمل كعك اليانسون بطريقه سهله وبسيطه وجميل وطعمه ولا الريحه وانتوا بتسووه كده وانتوا بتاكلوه. طعم اليانسون وريحه اليانسون كده فيه قويه جدا جدا، وكمان محشي بحشوه العجوه. طعمه والغذاء بتاعه لا يعلى عليه. اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تعرفوا الوصفه بالتفصيل، هيعجبكم جدا جدا. لو كنتي مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. عشان نحضره اول حاجه كده انا هعمل كميه نص كيلو من الدقيق، يعني محتاجه نص كيلو من الدقيق، نص كوبايه من سميد البسبوسه، معايا كمان هنا معلقه كبيره شمر على ينسون مطحونه. بجيب كده شويه من الشمر على شويه من اليانسون وبطحنهم في الكبه كويس قوي، وبعد كده باخد منهم مقدار معلقه كبيره مليانه. وكمان معايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معايا كمان حوالي كده 3 او 4 معالق من السمسم على حسب انت بتحبيه كتير ولا قليل، لكن طعمه طبعا كل ما بتحطي كل ما الطعم يعني بيدينا قيمة غذائية وطعم أحلى. ومعايا كمان معلقتين من حبة البركة اللي هي الحبة السوداء، ومعايا كمان ربع كوباية من السكر، سكر عادي مش سكر بودر. وأحط عليهم معلقة صغيرة من المحلب، لو متوفر حطيه مش متوفر برضو يعني تقدر تستغنى عنه، ولكن هو بيدي ريحة حلوة وطعم حلو قوي للكحك الكعك اللي باليانسون بيديله طعم خطير. ومعايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. كل المكونات الجافه دي اقلبها مع بعض كويس قوي قوي قوي. وبعد كده هبدا ان انا اجيب كوبايه من السمنه على زيت، او تقدري تستخدمي سمنه بس او زيت بس اللي انت عايزاه. انا استخدمت هنا نص كوبايه من السمنه واستخدمت نص كوبايه من الزيت. المهم في الاخر يطلع المقدار كوبايه من الماده الدهنيه، سواء سمنه او زيت او الاتنين مع بعض طبعا يفضل، عشان يديكي نعومه وفي نفس الوقت قرمشه حلوه للكعك اليانسون. ابدا ان انا اهم حاجه كده بعد ما حطيت الماده الدهنيه ان انا اغلفها كويس قوي بكل المواد الجافه دي، واتاكد ان هو اتوزعت كويس جدا، كل حبيبات دي متغلفه بالسمنه او الماده الدهنيه كويس جدا جدا. دي اهم خطوه علشان نحصل على عجينه في الاخر او كعك كده يبدا ان هو ناعم في نفس الوقت بيدوب وفي قرمشه كده من الزيت اللي احنا حاطينه بالشكل ده. فانا بدات كده ان انا ابسها كويس قوي كانك بتعملي الكحك اللي هو الكحك بتاعنا بتاع العيد فابدا ان انا ابسها كويس قوي 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 لحد لما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. اتاكدت ان كلها بقت عامله زي حبيبات الرمله كده. انا هنا بقى معايا خدت مني السوائل، خدت مني كوبايه وربع من ميه اليانسون. جبت كده كوبايه من الميه وغليتها وحطيت معاها معلقه من اليانسون وسبتهم يغلوا على النار، وبعد كده طفيت عليها وسبت الميه ديت تبقى دافيه. انا محتاجاها دافيه مش سخنه، فسبت ميه اليانسون او مشروب اليانسون ان هو يبرد خالص او يبقى دافي. وبعد كده بدأت ان انا استخدمه. انا هنا العجينه دي او الكميه دي خدت مني كوبايه وربع بالظبط، ممكن تاخد منك اكتر او اقل على حسب نوعيه الدقيق وامتصاصه للسوائل. اهم حاجه ان هي بتكون عجينه كده طريه مش بتلزق منك وفي نفس الوقت مش سايحه كده قوي، لا يعني متماسكه، عامله زي عجينه المنين او القراقيش، زي العجينه كده بالظبط. شايفين طريه وفي نفس الوقت مش بتلزق معايا. اعجنها بقى كده عجنه كويسه، وبعد كده بقى اغلفها كده واسيبها ترتاح شويه ونبدا ان احنا نشتغل بقى في الكعك. بس اهم حاجه ان انا اسيبها دلوقتي ان هي ترتاح شويه. شايفين ده كده القوام العجينه اهو بوريهولكوا، وده كده شكلها بعد ما ارتاحت. انا مش عايزاها تخمر ابدا، يعني مش محتاجه ان هي تخمر، يا دوبك بس ربع ساعه تلت ساعه كده وببدا ان انا اشتغل فيها. بعد كده بقى ده شكلها بعد ما خلصت. ببدا ان انا اجيب كوره كده على حجم الكعك او الكعك الاساور اللي احنا عاملينه ده، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا خدت كده كوره حوالي كده 30 جرام، وبدات كده ان انا اعملها صوابع كده طويله، وبعد كده بحشي العجوه من جوه. برضو واضحة جدا في الفيديو معاكم، شوفوها شرحة نفسها الفيديو.
باخد كده قطعة من العجينة وبفردها كده بالطول، بعد كده باخد قطعة من العجوة وبرضو بفردها كده على شكل صابع طويل، وببدأ ان انا احشيها من جوه وبقفل عليها كويس جدا 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 بالعجينة. يعني اهم حاجة ان انت تقفلي كويس. وبعد كده ببدأ ان انا اعملها بالطول كده صابع كده طويل، وبقفله كده على شكل دايرة، بقفل على شكل دايرة. واهم حاجة برضو ان انت تقفلي الدايرة كويس قوي علشان لما تدخل الفرن ما تفتحش منك. هعمل برضو معاكم كده واحدة أخيرة علشان تعرفوا طريقة التشكيل، بسيطة جدا وسهلة جدا وسريعة ما بتاخدش وقت نهائي. بكمل بقى كده الباقي الكمية زي ما قلتلكوا، بحط كده العجوة من جوه، بقفل عليها العجينة كويس جدا، وبعد كده بصبعها كده صباع طويل، وبعد كده بقفله على بعض بشكل دايرة او شكل اساور، يعني تسموها اساور دايره. المهم ان هو في الاخر يعني طعمه خطير جدا. بخلص بقى كل الكميه، بعد ما بخلصها كده بشغل الفرن على درجه حراره 180، بدخله الفرن مش بسيبه يخمر. هو اصلا مسافه ما انا بخلص كل الكميه الصاج اصلا الاولاني بيكون بدأ يخمر، فهو ده اللي ببدأ بيه، بيكون كده دخل يعني في التخمير وبدأ ان هو ينفش شويه. انا مش محتاجه ان هو يخمر قوي، هو زي بنعامله معامله الكحك بتاع العيد بالظبط. بعد كده بالشكل ده بعد ما خلص ما شاء الله، شايفين طلع من الفرن بياخد حوالي من 25 ل 30 دقيقة. بحب انا اديله تحميصة كده زيادة زي ما انتوا عايزين. طعمه بيبقى في نفس الوقت طري ولكن مقرمش كده وبيدوب كده في البق، هو يعني قريب كده جدا من المنين، ولكن بقى طعم العجوة الغنية فيه مع الشمر واليانسون وحبة البركة والسمسم مودينه في طعم حتة تانية خالص. بجد خطير وجميل جدا مع كوباية الشاي بلبن كده الصبح، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. اتمنى ان شاء الله النهارده وصفه كعك اليانسون تكون عجبتكم، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.